والصلاة والسلام على رسول الله. حبايبي واخواتي، السلام عليكم. بجد من اكتر الاوقات اللي الواحد مش عارف يتكلم وما عندوش كلام يتكلم فيه بجد، بخصوص الماتش النهارده بتاع الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري. انا اهلاوي، مش هنكر دي، بس انا فعلا كنت حابب وفخور بان فرقة من بلدي تاخد البطولة دي، على الاقل تبقى تشجيع على اللاعيبة ديت على البطولات اللي هي داخلة عليها مع المنتخب، واهمهم بطولة كأس العالم. بس بجد النهارده الفرقة تشكر، ألف مليون شكر لكل لاعب شارك في الفرقة ديت. ألف مليون شكر للكابتن معتمد جمال على المجهود اللي هو عمله برغم كل الاعتراضات اللي احنا اتكلمنا عليها في فيديوهات قبل كده. بس والله يشكر على ان هو بيشتغل من غير فرقة اصلا، بيشتغل باللي قدامه، ما طلبش صفقات لان ما فيش اصلا صفقات، والقيد موقوف وكل حاجة موقوفة. كمان بنشكر كل اللعيبة على اللي حصل منهم طوال الماتش، لسه جايين في تفاصيل الماتش. النهارده الكابتن معتمد جمال او الاول الماتش كان انتهى 1-0 بهدف لعدي الدباغ، هدف جميل، واصبحت النتيجة 1-1 ووصلنا لضربات جزاء، مفيش وقت اضافي، وانتهت بضربات الجزاء 8-7. النهارده كان بادئ كابتن معتمد جمال بخطته المعتادة 4-3-3. المهدي سليمان في حراسة المرمى، محمد إبراهيم، محمد إسماعيل، وحسام عبد المجيد، وأحمد فتوح. قدامهم ثلاثة، آدم كايد وعبد الله السعيد ومحمد شحاتة. قدامهم ثلاثة، خوان بزيرة وعدي الدباغ وشيكو بنزا. وفضل إنه يفضل سيف الدين الجزيري وناصر منسي على دكة البدلاء كورق ربح، كورقتين رابحين ليه طول الماتش. البداية كان فيها بداية بالنسبة لكابتن معتمد جمال، هو عايز يهاجم، عايز يعوض فرق الجون، وده حصل في الدقيقة الخامسة بهدف عدي الدباغ. وكمان محمد اسماعيل في الدقيقة 15 أحرز الهدف الثاني، ولكن اتحسب اوف سايد أو تسلل على عدي الدباغ في تمريرة الكورة في الأول. يعتبر الشوط الأولاني خلصان استحواذ 48 لنادي الزمالك، 52 لنادي اتحاد العاصمة. كمان في الدقيقة 28 وفي الدقيقة 27 كانت إصابة المهدي سليمان حارس مرمى نادي الزمالك، واحد من الثلاثة اللي كانوا هيروحوا مع المنتخب. ربنا يشفيه يا رب وتكون الإصابة بسيطة، لسه نادي الزمالك ما أعلنش أي حاجة لحد دلوقتي. ونزول كابتن محمد عواد بعد 111 يوم ما لعبش فيهم لنادي الزمالك، نزول كابتن محمد عواد. الماتش كله مفيش فيه مجريات، كلها بسيطة، مفيش فيها أي حاجة ومفيش فيها كلام أصلا. بعد كده هو نزل سيف الدين الجزيري وناصر منسي. ناصر منسي في الدقيقة 82 لغرض ضربات الجزاء مش أكتر، إنه يزود مهاجم لضربات الجزاء. بجد أنا مش عارف يقول إيه والله. سواء من السيناريو الأولاني بتاع الماتش الأولاني هناك في الجزائر للماتش التاني اللي احنا فيه دلوقتي، أنا مشفق على كل زملكاوي والله. سيبك بقى من جو السف والترول واحنا بنهزر واحنا بنضحك واحنا بنتريق على بعض. وحشه 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 باسم مصر كلها، مش باسم نادي الزمالك وبس. وحشه وحشه لما تيجي بلدي وتاخد مني البطوله هنا، وحشه قوي. والماتش انتهى على كده، مفيش فيه كلام يتقال. ضربات الجزاء بدات شاط عبد الله السعيد كابتن نادي الزمالك، وبعد كده جابها طبعا، وبعد كده احمد عبد الرحيم، وبعد كده حسام عبد المجيد شوطها الصاروخيه، وبعدين ناصر منسي، سيف الدين الجزيري، خوان بزيره، محمد السيد، وجينا لمحمد شحاته. والله هو رايح الشوط، انا كنت متوقع انها تضيع، لان محمد شحاته مهزوز نفسيا من الفتره اللي فاتت، ومش عايز حد يشيلها له والله. انا مشفق عليه جامد هو والمهدي سليمان. المهدي سليمان
العادي بتاعه ان هو اصلا ما بيعرفش يصد ضربات جزاء. في لعيبه كده، في حراس كده الباكج بتاعه او المجموعه بتاعته ما فيش فيها صد ضربات جزاء، ممكن تيجي معاه مره صدفه، لكن غير كده لا. لو انت بتدي تقييم لمهدي سليمان واخد 6، خط الدفاع كله بالنسبه لنادي الزمالك واخد 7.5، اقصى حاجه 7.5، 7.6 لمحمد اسماعيل. نص الملعب 7.2، 7.5 لادم كاد ومحمد شحاته. عبد الله السعيد 7. كذلك برضو الهجوم 6.5، 6.7. اعلى واحد فيهم واخد تقييم وهو عدي الدباغ ب7.8. نادي الزمالك البطوله راحت خلاص. بعد كل الشكر لازم يركزوا في الدوري المرحله اللي جايه. عنده ماتش يوم 20/5 مع السيراميكا كليوباترا، والاهلي هيكون بيلاعب المصري في نفس الوقت وفي نفس اليوم، وبيراميدز هيكون بيلاعب سموحه. ارقام سريعه من ماتش الزمالك. ديت المره السادسه اللي ينتهي فيها او نوصل فيها لضربات الجزاء في بطوله الكونفدراليه الافريقيه. دي البطوله الثانيه في الكونفدراليه لنادي اتحاد العاصمه الجزائري. نادي اتحاد العاصمه حجز مقعد في السوبر الافريقي امام الفائز من الجيش الملكي وميلودي سان داونز، اللي مباراه الذهاب هتكون بكره ان شاء الله الساعه 5، والعوده هتكون الحد اللي جاي في ملعب الجيش الملكي المغربي. نتمناها مواجهه عربيه خالصه ما بين اتحاد العاصمه الجزائري والجيش الملكي، ونبارك للجيش الملكي بفوزه ببطوله افريقيا. ده كل اللي كان عندنا عن ماتش الزمالك. انا كل اللي انا عايز اقوله شكرا لكل اللعيبه، شكرا للاداره، ما فيش اكتر من كده يتقال. ركزوا في البطوله اللي لسه في ايديكم، ده اللي نقدر نقوله. شكرا لكم كلكم، شكرا للموسم الجميل. مبروك ل 2 مليون دولار اللي اعلنهم الاتحاد الافريقي كمكسب للوصيف للبطوله. نتمنى يفكوا القيد، نتمنى يساعدوا نادي الزمالك الفلوس ديت في ابرام صفقات جديده وجاهزه تخدم نادي الزمالك في الفتره القادمه. نتمنى كلنا بعد المباراه اللي جايه في الدوري يوم 20/5 نفضنا من اي حاجه ونركز مع منتخب مصر، هو الاهم الفتره اللي جايه. النهارده برضو كان في بطوله كاس الرابطه، نهائي كاس الرابطه الانجليزيه، وفاز فيها مانشستر سيتي على تشيلسي 1-0. المباراه زي ما قلنا كانت في نهائي كاس الاتحاد الانجليزي. حسم السيتي لقبه الثاني هذا الموسم بعد لقب كاس الكاراباو او الكاس الثاني في انجلترا، لان انجلترا فيها كاسين. الهدف جه من لمسه ومن من كرة رائعه من سيمينيو للفوز والتتويج. والمواجهه كانت على ملعب ويمبلي الشهير في لندن. بس هي كانت مباراه مش قد كده، ما كانتش على طراز رفيع، ما كانتش على مستوى عالي، ما كانت مباراه عاديه. خلاص احنا داخلين على كاس عالم والفرق اصلا خلاص بتسلم، خلاص ما فيش كوره يعتبر. المباراه ما كانتش على قد كده، ولكن اللمسه السحريه اللي عملها سيمينيو كانت كافيه لحسم اللقاء لصالح مانشستر سيتي. وجوارديولا دخل المباراه بتغييرات في تشكيلته، كان ابرزها وجود عمر مرموش اساسي في المباراه ديت من البدايه، مع الاحتفاظ بريان شرقي كبديل على الدكه. جوارديولا النهارده بعد الفوز رفع رصيده لثلاث القاب كاس اتحاد في مسيرته. مفيش بس قدامه غير اكتر من اللي هم اللي واخدين اكتر منه، يعني ابرزهم السير اليكس فريكسون خمس مرات، وجورج رامزي 6 مرات، وارسن فينجر 7 مرات. وديت هي المره السادسه لفريق يحقق ثنائيه في الدوري الانجليزي، اللي هي ثنائيه الدوري والكاس او ثنائيه الكاسين. بس احنا بنتكلم دلوقتي على ثنائيه الكاسين، واتعملت اكتر من مره 6 مرات. كانت ارسنال في موسم 92-93، ليفربول في موسم 2000-2001، ليفربول في موسم 2021-2022، تشيلسي في موسم 2006-2007، السيتي نفسه في موسم 2018-2019. وده كمان اللقب ال20 لصالح جوارديولا مع السيتي فقط. ولسه قدامه
فرصة ولو ضئيلة لحسم الدوري الإنجليزي. احنا لسه عندنا جولتين ولسه الدوري ما خلص بالنسبة لأرسنال أو مانشستر سيتي. كان في النهارده برضو نادي النصر ونادي جنبا اوساكا الياباني في بطولة كاس اسيا 2 اللي هي زي ما بنسميها عندنا الكونفدرالية، هي عندهم بمسمى تاني اللي هي كاس اسيا 2. كان نادي النصر قصاد جنبا اوساكا على ملعب الاول بارك في الرياض السعودية. رفاق كريستيانو رونالدو خسروا المباراه ديت بنفس سيناريو 95. يعني انت بتتكلم في 3 عقود في 31 سنه دلوقتي. السيناريو بيتكرر تاني بس كان قصاد فريق كوري في 95 وخسر النصر برضه، كان على ملعب الملك فهد الرياضي بجده، وخسر بقاعده الهدف وقتها في 95 بقاعده الهدف الذهبي، والجون جه في الدقيقه 110. ما تفهمش كريستيانو ايه اللي بيحصل معاه، بيعمل كل حاجه وما عادش بياخد اي حاجه من ساعه ما طلع من ريال مدريد. مفيش حاجه بتيجي معاه صح للنهايه. انا مش من مشجعينه بس انا بحترمه كلاعب محترف. النهارده هو عامل كل حاجه، كمان الدوري ممكن يضيع من ايده. النهارده الهلال فاز على نادي نيوم اللي بيلعب له محترفنا المصري احمد حجازي. النهارده الفريق فاز 2-0 وما عادش بقى غير جوله واحده بس. الفرق بقى نقطة واحدة، الفرق بقى نقطتين لصالح نادي النصر. يعني النصر الأول بفارق نقطتين عن نادي الهلال اللي فارق 3 نقط عن نادي أو 4 نقط عن نادي الأهلي في المركز الثالث. نادي النصر هيلاعب نادي الرياض اللي بينافس على الهبوط، ونادي الهلال هيلاعب نادي نيوم تقريبا. لا هو لسه ملاعب نادي نيوم، هيلاعب نادي في منتصف الجدول. اقصد من الكلام ان المباراه بتاعت النصر اصعب من مباراه الهلال النهائيه. فهل رونالدو ورفاقه هيفوزوا ببطوله الدوري او دوري روشن السعودي الموسم ده، ولا الهلال في الاخر هيفوز بالدوري؟ ده هيجاوب عليه الايام اللي جايه، وهنبقى مع بعض ان شاء الله علشان نتكلم في الموضوع ده. اخر حاجه هنتكلم فيها النهارده بايرن ميونخ في الدوري الالماني فاز 5-1 على نادي كولن باهداف 3 لهاري كين، هاتريك لهاري كين، 1 لبيشوف و1 لنيكولاس جاكسون. وفوز دورتموند 2-0، وده اكد بان البايرن خلاص فاز بالدوري الالماني، ووصيفه هو نادي دورتموند الالماني تقريبا للمره ال 120. هو كل سنه هو الموسم للبايرن، خلاص هو الدوري للبايرن. احنا بس عندنا عشان نتكلم في موضوع الدوريات، والدوري ده الوحيد اللي اتحسم لحد دلوقتي سواء كان هبوط وصعود، لسه هنتكلم في الموضوع. في دوريات كتير اتحسم مين اللي فاز بيها بس لسه ما اتحسمش مين اللي صعد للبطولات. اوروبا بتتعامل ان عندها 3 بطولات: دوري ابطال اوروبا للتشامبيونز ليج، الدوري الاوروبي اللي هو اليوروبا ليج، ودوري المؤتمر الاوروبي اللي هو الكونفرنس ليج. كل دوله بتصعد اكتر من فرقه في كل بطوله. عندك المانيا بتصعد 4 لدوري ابطال اوروبا وهم خلاص رسمي: بايرن ميونخ حامل اللقب، دورتموند الوصيف، لايبزيج المركز الثالث، شتوتجارت المركز الرابع. 2 لليوروبا ليج، المركز الخامس لهوفنهايم، وليفركوزن المركز السادس. وفريق واحد بس للملحق المؤتمر الاوروبي وهو نادي فرايبورغ. ولكن الاثنين اللي في اليوروبا ليج دولت واصلين مباشر، كمان بيديله مقعد لو حد في نهائيات ال3 بطولات اللي موجودين دلوقتي بيصعد كمان مباشر، وده مش موجود لان مفيش ولا فريق الماني في ال3 بطولات الكبيره. ورسمي خلاص هبط نادي سانت باولي المعروف عندنا هنا في مصر بسبب لعب كابتن هاني رمزي ليه. نادي سانت باولي وهايدنهايم وفولفسبورج وصل للملحق الهبوط. عندهم الهبوط بيكون عن طريق ملحق الفريق الثالث من تحت في الدوري الالماني، اللي هو هم هناك 18 فرقه. المركز ال 16 بيلاعب المركز الثالث من دوري الدرجه الثانيه، ويأكد يا يقعد يا ينزل، واللي في المركز الثالث في الدرجه الثانيه يصعد تاني. هم 18، ال 18 هبط وال 17 هبط، ال 16 ده بيلاعب المركز الثالث
في الدوري الدرجه الثانيه الالماني، لو فاز يكمل في الدوري، لو خسر يهبط، واللي كان في المركز الثالث يصعد. ده بالنسبه لكل اللي حصل النهارده. بعتذر كمان مره عن التاخير في الفترات اللي فاتت، ولكن هنكون مع بعض ان شاء الله. بجهز حاجه كويسه لكاس العالم، معلومات قيمه لكاس العالم، فيديوهات مبسطه، مش هنتكلم عن معلومات كتير، هنتكلم عن كل مجموعه لحد بس زي ما قلت قبل كده الاعلان الرسمي لقوائم المنتخبات اللي رايحه كاس العالم ان شاء الله. بكل التوفيق وكل الحظوظ لكل الفرق العربيه في اي بطولات، كل المنتخبات العربيه. اتمنى التوفيق لبلدي دايما وكل انديه بلدي في كل البطولات الافريقيه والبطولات العالميه والمحافل الدوليه. وشكرا، حابب اشكركم ان شاء الله. القناه دي هتكبر بيكم. اتمنى المزيد من المشاركه، الاشتراكات، المشاركات على مستوى كل المواقع. كل اللي معاه اي حاجه يشارك بيها يا جماعه، كل موقع معاك سواء فيسبوك او واتس او انستجرام، شارك الفيديوهات، القناه هتكبر. وشكرا.